قصدك إنك صرفت نظر عن موضوع الجواز؟ المرة اللي فاتت كنت هاخد القرار عنك، بس المرة دي مش هعيد نفس الموضوع. جميلة، أنا هسألك سؤال واحد وردك هيكون هو الحاسم. اسأل يا بابا. أنت حابة تكملي في موضوع الجواز ولا نأجله؟ أنا عمري ما شكيت لحظة إنك بتحبني وخايف عليا يا بابا. كل الحكاية إن أنا طول الوقت بفكر في مذاكرتي ومستقبلي وامتحاناتي ولعبي والكورة وأجازة آخر السنة، وفجأة لقيت إنه مطلوب مني في أقل من سنة أفكر في بيت وزوج وعيال وحياة تانية خالص. حياة يمكن أحبها لكن بعدين لما عقلي يفكر فيها ويتخيلها وأبقى عايزة فعلا أعيشها. خلاص، اعتبر الموضوع انتهى. ارجعي مدرستك وللكورة ولأصحابك لحد ما النصيب يوصل في ميعاده. مش مهم بقى يوصل بدري ولا متأخر، المهم وقتها تبقي جاهزة لده. اه، دي فكرة حلوة. نور، تعالى يا نور، تعالى يا حبيبي. حبيبي، انت كنت عايز ايه من اوضه تيتا؟ لا يا بابا، انا كنت هسأل على حاجة بس خلاص افتكرت مكانها. يلا سلام عليكم. قول لي يا نور، انت عامل ايه في دراستك ومذاكرتك؟ المذاكرة كويسة. حاول برضو بعد المذاكره يكون ليك نشاط او هوايه، حاجه تعملها بدل التليفون والبلاي ستيشن. تعمل حاجه زي العرض الجميل اللي شفناه في المدرسه النهارده. انا فعلا عندي خطة ممكن تكسبنا ملايين. بجد؟ خطه ايه دي؟ شانل على اليوتيوب يا بابا. هقلب اوضتي استوديو تصوير. كل اللي هحتاجه من حضرتك بس شوية حاجات بسيطة، يعني كاميرا جديدة ومعدات إضاءة وسبوت لايت. وأوعدك لو عملنا كده هوصل لل1,000,000 سبسكرايب في 6 شهور. بقى هي دي الخطه وهو ده اللي انت عايز تعمله؟ أمال، وهعتبرك شريك في القناة وهديلك من الأرباح دي بالدولار. نور، خش اوضتك وذاكر، ربنا يهديك. مبروك يا جميلة رجوع الفريق ورجوعك. متأكدة إنكم هتحققوا بطولة قريب. الله يبارك فيكي يا نورة. انتي مش مصدقة أنا فرحانة قد إيه. ده لولاكي وكل الناس اللي ساعدوني كانت حياتي اتغيرت. مالك؟ زي ما تكوني مش مبسوطة. هو في حاجة حصلت؟ أم مفيش يا نورة. قولي بجد، في حاجة؟ اوعي يكون باباكي جابلك عريس تاني. لا الحمد لله. بصي، في حاجة ليها علاقة بيكي انتي يا نورة، بس مش عارفة أقولها لك إزاي. بيا أنا؟ قولي يا جميلة، في إيه؟ أنا عارفة مين اللي صور الفيديو وشيره في المدرسة. أنا شفت كل حاجة بنفسي. مين يا جميلة؟ أنا بس عايزاكي تتأكدي بنفسك بعد ما أقول، وما تتصرفيش وانتي متضايقة زي ما حصل معايا المرة اللي فاتت. حاضر يا جميلة، قوليلي مين بقى؟ يارا. إيه؟ إزاي؟ يارا دي صاحبتي، مستحيل تعمل حاجة زي كده فيا. أنا شفت ده على تليفونها، أخدته منها من كام يوم علشان أكلم ماما، وشفت رسايل والفيديو ده وهو مبعوت من عندها. وليه ما قلتيش وقتها؟ كنت محرجة أقولك، وما كنتش أقدر وقتها بسبب مشكلتي، وخفت تفكري إني بقولك كده علشان أوقع بينكم، لكن حقك عليا إنك تعرفي. طب ليه تعمل كده معايا؟ ده احنا دايما مع بعض، بنساعد وبنسند بعض. جميلة، مش يمكن تكون ليلى أو جنى مثلا، بما إنهم دايما معاها؟ ممكن تتأكدي بنفسك يا نورة. أنا لما واجهتها باللي شفته أنكرت وقالت إنك مش هتصدقيني، لكن علشان صحوبيتنا ووقوفك جنبي كان لازم أقولك الحقيقة. أنا المرة دي فعلا لازم أتأكد قبل ما أعمل أي حاجة.
تاني يا نورة؟ قلتلك يا ماما جميلة المرة دي هي اللي حكت لي وأكدت إنها شافت ده على تليفون يارا. جميلة بنت طيبة وبتحبك، بس برضو لازم تتأكدي وما تاخديش كلامها دليل لوحده علشان ما تظلميش حد. عشان كده المرة دي بقولك قبل ما أعمل أي حاجة، أنا لسه ما كلمتش يارا. طب ويارا قالت حاجة؟ يارا بقالها فترة متغيرة وبعيدة، مش زي الأول خالص. دايما قاعدة مع جنى وليلى ودايما مش طايقة جميلة. أنا شايفة إنك تنسي الموضوع يا نورة وركزي للماتش اللي جاي وسامحي اللي عمل كده. أسامح يا ماما لو أنا عارفة الشخص واعتذر، لكن أنا دلوقتي مش واثقة في حد وبقيت خايفة من كل صحابي اللي حواليا. طب ده يرضيكي؟ لا ما يرضينيش يا نورة طبعاً، بس فكري في حل، وأنا كمان هفكر لك في حل نعرف منه يارا اللي عملت كده ولا لأ. شكرا يا ماما. أنا يا دوب أدخل أحضر الغدا علشانكم، وبابا كمان زمانه جاي. ادخلي ذاكري شوية. عروض كتير شركة بيوتي لمستحضرات التجميل. صاحبتنا بلعت الطعم. هحمل لك كل حاجة عندك تاخدها. كده تليفون يارا كله عندك. أي أوامر تانية؟ يارا عايزاكي. ايه يا بنتي، انا صدعت قوي من حصص النهارده. ما تيجي نطلع نتكلم في اي مكان؟ عايزاكي في موضوع مهم، ما ينفعش حد تاني يسمعه. يارا أنا عملتلك إيه عشان تعملي معايا كده؟ ممكن تفهميني؟ انا مش عارفه انتي بتتكلمي عن ايه. عن اللي جميلة شافته. على فكره دي واحده كدابه وعايزه توقع ما بينا. هي عايزه تبقى صاحبتك الوحيده، فما لقيتش حد غيري اقرب مني ليكي فقالت توقعنا في بعض. وخصوصا بقى كمان بعد ما خلاص هي مش هتسيب المدرسه. وبعدين يا نورة اشمعنى انا يعني؟ ما كل الناس كانت بتصورك. هو ما كانش سر على فكره. أنا فعلا ما صدقتهاش في الأول، وكان ممكن أصدقك لولا إني اتأكدت بنفسي. يعني ايه اتاكدتي بنفسك؟ أنا شفت الرسائل بتاعتك والفيديو اللي بعتيه لكل اللي في المدرسة. وعملتي كده ازاي؟ انا تليفوني دايما معايا. حد جاب لي ملفات تليفونك كلها، عملت زيك بالظبط. انتي مجنونه، ازاي تعملي كده؟ ازاي تدخلي على تليفوني وتشوفي الحاجات الخاصه بيا؟ انا اقدر اشتكي للمدير حالا. ساعتها أنا كمان هقول اللي عملتيه وهوريهم سكرينات للي حصل. ماشي يا نورة، عايزه تعرفي اللي حصل؟ انا اللي عملت كده، ومش مهم تعرفي ايه الاسباب ولا ليه حتى عملت كده. عايزه تسميها غيره او نفسنا براحتك، بس من النهارده احنا مش صحاب. ولو في حد هيمشيكي من المدرسه دي هيكون انا. نورة تعالي هنا. يارا لسه قافلة معايا التليفون وقالت لي كل حاجة انت عملتيها في تليفونها. أنا مش مصدقة، هل ده فعلا حصل؟ أصل أنا... نورة جاوبي. أيوة يا ماما، أنا آسفة. أنا مش مصدقة، ليه عملتي كده؟ دي كانت الطريقة الوحيدة عشان أعرف إيه اللي حصل، وطلعت هي فعلا اللي عملت كده. ولا هي ما قالتلكيش كده وهي بتكلمك؟ هي اللي صورت الفيديو وهي اللي بعتته للناس. حتى لو عملت كده انت تكوني أحسن ولا زيها؟ بتردي الأذى بالأذى؟ هو ده اللي انت اتعلمتيه وتربيتي عليه؟ صدقيني ما كنتش أقصد، أنا بس كنت هتجنن وأعرف الحقيقة. ده مش مبرر يا نورة، مش مبرر خالص للي انت عملتيه ده. دي اسمها سرقة وانتهاك خصوصية. لا أنا ما قريتش حاجة وما شفتش حاجة تخصها خالص، أنا كنت بدور على حاجتي بس. انتهاك الخصوصية يا نورة في إنك تسمحي لنفسك تعرفي عن حد حاجة هو ما أذنلكيش بيها، حتى ولو ما كانتش سر. انت عارفة إن اللي عملتيه ده القانون بيحاسب عليه؟ أنا ما أقصدش حاجة والله، أنا كل اللي كنت عايزة أعرفه مين اللي عمل كده معايا. يا خسارة يا نورة. طب أعمل إيه عشان تسامحيني؟ أنا دلوقتي عايزة أعرف كل حاجة، ده مش تفكيرك لوحدك،
مين اللي ساعدك تسرقي بيانات يارا؟ أنا هقولك على كل اللي حصل. بنت من البنات مصرية واسم مصر، وسام على صدرها لسه للدنيا طالعة، ومعاها الصبح طالع ونداها على شعرها. ونورة شايلة ايه في محارة قلبها؟ أفراح وحنان وطيبة وأحلام من سنها. بنت من البنات مصرية واسم مصر، وسام على صدرها، رقيقة بس جريئة وواثقة في نفسها، عارفة هي مين وهي رايحة فين، وعارفة ازاي هتحفر عالصخر اسمها. العالم كله ورد وهي فل، ما يسوى نص ضحكة حلوة منها. بنت من البنات مصرية واسم مصر، وسام على صدرها،